يوم في حياة عندها 20 سنة. بدأت اليوم معاكم بان انا غسلت اسناني وبعد كده غسلت بشرتي وبعد كده هعمل السكين كير روتين بتاعي، ودي الحاجات اللي عادة ببدأ بيها يومي الصبح. وبعد كده بشوف بقى اللي ورايا في اليوم. حطيت مرطب على وشي كله وبعد كده حطيت مرطب تحت العين وبعد كده احط ليبي جلوس وخلاص كده. دي الحاجات اللي انا بحطها الصبح. بعد كده كان لسه ميعاد الغدا يعني لسه ما جاش، فانا كنت عايزه اعمل فطار خفيف عشان اعرف اتغدى. فقطعت فاكهه، قطعت موز وجوافه واكلتهم لانه كان ميعاد الغدا قرب خالص. ما عرفتش بصراحه اصور معاكم الغدا، ولكن لو عايزين تشوفوا وصفات اكتر وتفاصيل اكتر فهحط لكم اللينك بتاع قناه اليوتيوب بتاعتي تحت في الكومنت. روحوا هناك هتلاقونا بنعمل فيديوهات طويله ووصفات وبشارككم الغدا بالتفاصيل. بعد كده بقى غسلت الاطباق، كانت محتاجه تتفضى ففضيتها سريعا كده. فضيت غسالة الاطباق والبوتاجاز كان بقاله كذا يوم ما اتعملش، فقلت هعمله بقى النهارده فرصه ان مفيش غدا النهارده، لان انا كنت عامله الاكل من امبارح اللي امبارح والنهارده. فعملت البوتاجاز سريعا كده، ويا ريت يا جماعه بيتنضف بسهوله كده، يا ريت كل حاجه في الحياه تتنضف كده. بعد كده بقى اتغدينا وقطعت كنتالوب بعد الغدا. ما كنتش بقى شربت كوفي الصبح، فقلت هعمل معاكم ايس لاتيه وانا بعمله خطير يا جماعه. زي ما قلت لكم لو عايزين تفاصيل اي حاجه فهتلاقوها على قناه اليوتيوب بالظبط. كل حاجه بعملها بالتفاصيل هناك. هضرب بقى اللاتيه كويس قوي وبعد كده احط عليه تلج واحط عليه لبن وكده. عندكم احلى كوبايه ايس لاتيه بس كده. كوبايه الايس لاتيه دي بصراحه انا بعتبرها مكافاه عن طول اليوم. هنا بقى كنت بوريكم خاتم التسبيح اللي انا اشتريته جديد. وكده خلص يومي النهارده وخلص فلوج النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فلوج جديد. باي باي.